موكونجو خطير بكرات الثابته. موكونجو اول عن طريق اللاعب القائد هادي بنجامين موكونجو. زئير الاسد يظهر هنا. الاسود الغير مروضه تسجل هدف اول عن طريق القائد لاعب لوريون. اللاعب موكونجو امامنا يسجل من كره ثابته رائعه في الشباك لتكون هدف تقدم هنا بعد مرور دقيقه 35. منتخب البوركيني اضاع وكان الافضل، ومنتخب الكاميرون زي ما عودونا هي يعني تاريخ. ادي امامنا هنا الحارس نادي اسك 20 سنه، حارس اسك الحارس كوفي حارس المنتخب البوركيني. بص شوف عاملها حلو قوي ببطن رجله قويه وبزاويه ويضحك على هيرفي كوفي. يضعها بنجامين موكونجو في الشباك عشان تكون هدف التقدم لمنتخب الكاميرون في هذه اللقطه. بص شوف موكونجو عاملها ازاي يا ولد يا ولد يا موكونجو. عاملها حلوه قوي قوي الحقيقه. ومنتخب الكاميرون اللي بيدافع للحفاظ على هدف موكونجو. وادي الكوره من بانو ديوارا، ولكن هنا التصدي والمتابعه جول. المتابعه جول دايو لاعب نهضه بركان. ادي امامنا اهو يوسفو دايو. لسه بقول هل يكون التعادل في هذه المباراه؟ وياتي التعادل. كره ثابته من بانو ديوارا وضربه راسيه من متابعه من دايو امامنا للمنتخب التركيني في هذه اللحظات من المباراه ليكون هدف التعادل. وفاولو دوارتي وفرحه كبيره للخيول البركونيه في هذه الكره. ادي كره بانو ديوارا وادي حارس المرمى شالها، لكن هنا الدفاع غايب. وادي امامنا الكره عدت، كان ممكن اللاعب امامنا اهو يضعها في مرماه، ولكن سبق وخد الكره دايو ليسجل الهدف. هذه كره اخطاها الاندوا حارس المرمى وكاد ان يتابعها مكان كونيه، ولكن دايو امامنا هنا. هل ادي امامنا اهو دايو ومعاه كمان في اللقطه نجدوه في اللقطه الماضيه. ملقاش حد ينجده، نجدوه لم ينجد الحارس فابريس اوندوا في اللقطه الماضيه. ودايو ياتي بهدف التعادل.